نيو برودكت او نيو سيرفيس بشكل مستمر. يعني اعرف اعمل منتجات وخدمات جديدة بشكل مستمر، فكل شوية عارف ان انا في الكوارتر مثلا بطلع منتجين، فالمنتج ده هو اللي بيزق في الكوارتر مثلا بعمل 2 ورك شوب لايف، فدي خدمة وسيرفيس، فده اللي بيزق. فانت علشان تبقى شخصيتك مناسبة للتايب ده من الجروث تعمل ايه؟ هتراجع نفسك. هل انت شخصية كرييتيف يعني عندك الابداع عالي، ولا اصلا عشان تطلع منتج جديد وخدمة جديدة بتعطل؟ هل انت شخصية اصلا جريئة، شخصية ما بتخافش من الفشل، شخصية مسؤولة؟ لان المنتج الجديد بيحتاج مسؤولية، مش بيحتاج تخلي عن المسؤولية. انا طلعت منتجات قبل كده ونجحت، اشمعنى المنتج ده؟ لا، انت محتاج تبقى شخصية مسؤولة عن كل منتج بيطلع جديد. فهل انت شخصية مسؤولة؟ هل انت شخصية بتفكر اوت اوف ذا بوكس؟ لان انت في اوقات كتير هتعطل ان انت تطلع منتج او خدمة جديدة، لكن الشخصية اللي اوت اوف ذا بوكس تعمل ايه؟ بتبقى قادرة ان هي تفكر في حلول بشكل مختلف، قادرة ان هي تكون مبدعة، قادرة تكون ان هي بتحب التجربة، قادرة تكون مبتكرة وبتتحمل المخاطر، قادرة ان هي تكون عندها جرأة وما بتخافش من الفشل، قادرة ان هي تكون بتحب الحلول بشكل مختلف، ما بتحبش الحلول التقليدية، دايما بتشوف التشالنج والتحدي ان هي فرصة، فدايما بتشوف النص المليان. فانت كم من 10 في كل واحد، وكم من 40 في التوتال.